خدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة حكاوي أحمد وهجر. النهاردة هعمل مفاجأة لهجر إن شاء الله، أجيب لها تليفون عشان تليفونها اتكسر، وأهو زي ما انتوا شايفين طبعا التليفون مكسور. فإن شاء الله رايح دلوقتي أهو ماشي في الشارع عشان أروح لكذا محل، وإن شاء الله إيه هشارك كل حاجة معاكم النهاردة إن شاء الله، بغض النظر عن التكاتك والعشوائيات دي. طبعا أنا رحت محلين والمحلين قافلين، فده المحل التالت. ادينا اهو بصور لكم طبعا كل حاجه، وعايز تليفون بكاميرا كويسه يعني، بس افكر اجيب مثلا تليفون زي ده كده اللي هو تحت. فين؟ انزل ايوه ده حلو، مش بيقول الو والله حلو، فيها ايه يعني لما اجيبه هيقول لا يعني؟ والله كويس اهو ب 500 جنيه وبيقول الو زي الفل اهو، بدل الحاجات اللي بتحرق الدم اللي انا شايفها دلوقتي دي. ايه ده؟ ليه يعني؟ ليه التليفونات دي كانت ب 2000 ونص، ايه ب5 دي؟ كل حاجه بقت الضعف. يلا اقول ايه بس، اوبو ولا فيفو ولا شاومي ولا سامسونج ولا ايه بس؟ طب والله التليفونات دي زي الفل، فيها ايه يعني لما اجيب تليفون نوكيا اشا 200 ولا اي تي؟ في تليفون اسمه اي تي ب 370 جنيه 360 جنيه وحلو قسما بالله، فيها ايه يعني؟ ولا هو 6 كام 8 يعني شيء التليفون ده نوت 11 برو ده تقريبا. سلسله النوت دي من في اول السنه كانت اخرها المساحه ال100 الجامده جدا يعني، والرامات الجامده كانت بكام؟ ب4.5 تقريبا. هو ما عجبنيش حاجه في المحل اللي لسه ماشي فيه، رحت محل تاني برضه نفس الموبايلات 450 جنيه وزي الفل، و2 خط 435 جنيه وخطين، يعني حاجه زي الفل. خد الزوجة الصالحة بقى اللي انا لو جبت لها حاجة زي كده وهدايا زي كده تفرح وتقول لي ده احسن هدايا انت جبتها لي يا حبيبي، وتعمل فرح في البيت. طبعا ده سلسلة الاوبو، ده ريلمي، ده اوبو برضه، كله معدل الخمسة، مفيش اي حاجة تحت الخمسة كويسة. لو عايز تليفون كويس من فوق ال5 و500 كده وانت طالع، غير كده زيه زي ما فيش، هيفضل يهنج ويعلق والحاجات دي كلها. طبعا انتوا عارفين ان انا اجيب لها طبعا حاجة ابص 285 جنيه 350 وحاجه زي الفل والله العظيم. مش عارف انا ايه اللي افتدى بتاع كل شويه عايزين ايفون عايزين ايفون، مالهم الحاجات دي اهو. طبعا الحاجات دي حرام، اللي فوق دي حاجات حرام. بكام يا سوادي؟ ايه ده؟ ايه كل الاصفار دي؟ ده ايه 3 4 5 اصفار؟ ايه ده 5 اصفار؟ هو ده رقم تليفون؟ يا ساتر يا رب. طبعا بعد بحث عميق على النت وعلى الوقفه وبقالي ساعه ونص واقف، في الاخر اخترت ان انا اجيب شاومي مي 10 لايت. لقيت كاميراته كويسه وسنه صنع 2020، وهسيبكم على الانترو بتاعه. هو طبعا الموبايل بيتفتح اهو، الراجل اللي بيفتحه دي الفاتورة يعني لسه جديد زيرو، اي نعم سنة الصنع 2020 بس حلو، موبايل حلو، موبايل نينجا. وفي كرف بقى في الشاشة، بص يعني مروق عليك يا راجل والله العظيم، مروق عليك. كرف في الشاشة والمعالج كويس، اي نعم هو لايت بس مش مهم، فاهمة يعني؟ الحمد لله احنا بنقدر بقالنا اهو التليفون. طب والله انا مروق عليكي والله، ده انت محظوظه ان انت متجوزاني. دلوقتي اهو طبعا ماشي في الشارع وخلاص، خدت التليفون ومروح بقى البيت، الفاتوره بقى وكل علبه وكل حاجه. يلا بقى نشوف المفاجاه، شوف هي هتتفاعل ازاي. طالع على السلم اهو دلوقتي، شوف بقى هي هتعمل ايه فوق لما اول ما تشوف التليفون. ليتس جو. تن 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 تن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضلي. تليفونك اتكسر، جبت لك تليفون جديد.
انت عبيطه يا بنتي واحنا متفقين. خدي 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 يا بنت، تعالي افتحي التليفون نعمل البتاع. مش قلت لك يا بنت شغاله انا الصاله كلها. لا الفيديو كان صغير. يلا خدي افتحي التليفون. لا مش هفتحه يا بنت افتحي التليفون. كل مره. انت المخدة، انا اجيب لك تليفون، انا اجيب لك تليفون جديد. طب والله يا جماعه جايب لها تليفون جديد والله العظيم. شايفين الزوجه بتعمل زوجها ازاي بعد الهديه؟ بقول لها بصي في زوجه ترفس النعمه كده. يا بنتي خدي التليفون يلا. بس هي ما تعرفش نوع ولا تعرف الكاميرا ولا تعرف اي حاجه والله. ده حقيقه والله. شوف السعر الاول. ماشي. بقول لك احط صفر، ها يعني شوف السعر حط صفر جنبيه. هو فين اصلا فرش الحاجات دي؟ فين والله؟ ليا كنت ادوهم لي والله هجيب بيهم حاجه. والله يا كدابه، انت كنت عماله تحايل عليا ان انا انزل. ربنا يفتح زي ما بتفتحني يا رب. ونضحك على الناس يعني لما مصر كلها عارفه ان احنا متفقين. لا اول ما بتفتح اقول بتصور ليه؟ تمثيل بربع جنيه. بس والله فعلا انا اول مره اشوفه. طب والله العظيم التليفون ده جامد جدا. اي نعم والله يا ام ده عالي فيه. بصي يدي جميله. بصي يا معلش اهو انت اللي هتفتحي صح. بس انا عيني انت كمان فيه. باصص لي فيه. لا انا عيني فيه. ايه ده؟ يا بنتي ده بكلف ده. هو ليه مش راضي؟ فنفسجي اللون اللي بحبه. عيب عليك يا بنتي. طب والله جميل. بصي الكلب، ايه رايك في الكلب؟ حلوه قوي. الكلب بتاع الازاز. هاتي كده اوريلك الكاميرا. ما انا قلته في المحل صح ولا هنا تاني؟ المهم انت ايه رايك فيه؟ لا جامد بس. ايه ردة الفعل الممل ده؟ فين الجراب؟ ما تقريبا هو مش فيه؟ هجيب لك لا جراب بقول سيليكون. لك ايه، لا رجعوا هات لي جراب. هجيب لك جراب بس مش التليفون. انت بتعملي ايه؟ انت سايبه التليفون وبتشوفي العلبه. انا عايزه الجراب، اهم حاجه الجراب. انت مش فاهم حاجه. الشاحن ده بيشحن التليفون في ساعه. احنا كنا بنشحنه في 3 ايام قبل كده. او في ساعه الا ربع حاجه زي كده. طب والله جامد. عارفه التليفون ده اي نعم من سنه الصنع بتاعته 2020 بس والله جامد. والله حق. سنه الصنع 2020 بس لقطه والله سعر كويس. استنى اشوف الكاميرا. غلاء الاسعار دلوقتي. انت بتعملي ايه؟ بتصوريني؟ بشوف الكاميرا. طب والله حلو يا ساتر يا رب. انت شكلك عامل كده ليه؟ ايه رايك في التليفون وايه رايك في المفاجاه اللي مش مفاجاه دي؟ ايه ده انت مصور بيه؟ مصور بيه ايه؟ ليه مصور؟ يا بنتي ايه رايك في التليفون؟ الناس هتزعل. يلا قولي لي بقى، يلا ايه رايك في التليفون؟ تليفون حلو بس مش هدفع فيه مليم يا حبيبي. شكرا على الهديه الجميله دي. يا بنتي الهديه مش بتدفع فلوس. اول ما في الفيديو اللي الهديه مش بتدفع فلوس. لا والله العظيم جامد. مفيش شكرا يا حبيبي، شكرا يا زوجي العزيز. مفيش اي حاجه. عدى عليكي بيقول فيه كل العبط. الله، وانت مش لما بتقول لي نفسك في حاجه بعملها لك؟ يعني اول امبارح قلت لي نفسي في حمص الشام، مش يعني انت عشان يا رب شطوني. خلاص يا حبيبي شكرا ربنا يخليك. يعني عشان انا يعني عشان حمص الشام، عشان اكل حمص الشام في بيتي اشتري تليفون؟ امال لو كنت عايز بليله مثلا كنت جبت لك لابتوب ولا كنت جبت لك ايه مثلا؟ هعملها لك وتجيب لي حاجه ثانيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. عدى عليكي. لا والله العظيم جامد. تسلم ايدك. هو ايه الحاجات دي؟ يلا مش مهم يا بنتي ده الشاحن ده والله جامد جدا. بيشحن التليفون في ساعه الا ربع. المهم سيبك عندك فري. لا هو شركه شاومي بتضحي ولا هاند فري ولا اي حاجه. طب وانت ما رحتش تشتري؟ ده انت تحمد ربنا ان الشاحن الاصلي الساعه جاي معاه. هو مش بتفتح. هو انا حاسه ان انا مهمله. المهم ايه رايك في التليفون؟ كله تمام؟ كله حلو. ايه رايك في المفاجاه اللي مش مفاجاه؟ يلا قولي لي بقى شكرا يا حبيبي يا زوجي، عشان لما عيالنا يكبروا يشوفوا الفيديو ده ويقولوا ان انا كنت زوج صالح. عيالي اصبر بس لما يجوا، بس هقول لهم اللي ابوي بيعملوا فيا. يلا قولي شكرا يا جوزي يا حبيبي اللي مش غيرك في الدنيا دي. في الكاميرا يعني عادي؟ ايوه عادي. الكاميرا اقول لك حاجه ثانيه؟ ايوه بس اهم حاجه الكاميرا. شكرا شكرا يا جوزي يا حبيبي. وعارف الكلام ده ان شاء الله تلاقيه بعد الفيديو. ايه طريقتك مش هرجع تليفون. هات التليفون. لا هات التليفون. لا ما انت تليفونك. طب يلا قولي لي شكرا يا جوزي يا حبيبي بتاعك كويس. شكرا يا جوزي يا حبيبي بطريقه كويسه. ايوه كده. وكان معكم، لا استنى كده معاكس الكاميرا. وكان معكم نادر سيف الدين من ايه؟ يلا السلام عليكم. في تليفون. انت بتعمل ايه؟